السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وانتوا بتسمعوني دلوقتي. النهارده هنعمل الجزء السادس من المفرش، بس انا لقيته ان هو هيكون كبير 18 دقيقة تقريبا، او داخل على 20. فحبيت ان انا اقسمه لكم على جزئين احسن، علشان يعني الناس ما تملش من الفيديو الطويل، ويبقى سهل وسلس كده ان ايه اللي بيتعلم يتفرج على جزء صغير وبعدين يكمل الباقي. فهسيبكم دلوقتي مع الجزء الأولاني، وإن شاء الله نكمل الجزء التاني تاني يوم بإذن الله. مشاهدة ممتعة إن شاء الله، ويا رب أكون فدتكم. سلام عليكم. السلام عليكم يا بنات، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وانتوا بتسمعوني النهارده. يا رب يكون الفيديو اللي فات عجبكم. احنا كده خلصنا كذا جزء من اللي عملناه. ان شاء الله النهارده هنبتدي نشتغل فكرة جديدة. ان احنا هندخل، شايفين شريط الاورجانزا ده؟ هو هعمل وردة في النص بشريط الأورجانزا، هتشوفوا ازاي، وهنكلفها بعد كده بإذن الله. فتابعوا معايا الفيديو وشوفوني هعملها ازاي. بس الأول قبل أي حاجة هنقول الأدوات اللي احنا هنستخدمها ايه. أنا مش محددة حاجة معينة يعني متر معين أو أمتار، يعني سنتيمترات معينة لمسافة الجزء ده. أنا عندي جايبة ده مترين منه، مترين من الأورجانزا ده، شرايط أورجانزا بتتباع كده. والطرف بتاعه طبعا بحرقه بالولاعة كده من بعيد عشان ما يولعش كله. لينا طريقة يعني اللي بيبقى بيشتغل في الحاجات دي فبيبقى عارف ازاي. الطرف بتاعه بنمشي النار كده من بعيد علشان ما ينسلش. وهنبتدي بقى نشتغل بيه، ولما نخلص خالص هوريكم نقطع بقى منه، ويبقى كده ايه، خدنا الحاجة اللي احنا عاوزين نعملها هنا على القد وبس. يلا بينا بقى نشوف الفيديو ازاي هنبتديه. ومعانا طبعا الخيط بتاعنا اللي ما بيسيبناش في شغل التطريز. فهنبتدي واوريكم ازاي ان شاء الله. بصوا شايفين معايا هنا شريط الاورجانزا، الطرف بتاعه ده انا هتنيه لجوه كده، وايه، وابتدي اعمل زي كسر. شايفين تنيات ازاي؟ طبعا التحكم فيها بالراحة كده. ابتدي الاول بالخيط، ابتدي امسكه كويس عشان اقدر احطه على الرسمة واتحكم فيه. دي البداية بس اللي بثبت بيها شكل الوردة عشان اقدر ان اشتغل بيها. دي حاجة جديدة هتحلي منظر المفرش وتخليه منظره جديد. انا مرضتش اجيب نفس اللون اللي هو الاصفر او الذهبي، مش هيبقى حلو، قلت الابيض يديله روح جديدة. اهو شايفينها اتعملت ازاي. وفي نفس الوقت عشان هحط له لولي من ده في النص هنا كبير اثبت بيها الوردة الاورجانزا دي. هنبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم نثبت الوردة. نبتدي من على الطرف، ثبتها بس في القماش. اسلك بس الخيط كده اهو. ثبتنا بقى شريط الاورجانزا. نبتدي بقى ايه، نمسك كده، خلي ده كده على شمالي. ابتدي اعمل بقى ايه الكسر دي. كل ما اعمل كسرة هي بتبقى غلسة شوية، لو انا متحكمة فيها من قريب
هعرف اعملها، بس انا عشان مني حاطه الكاميرا. فهمتوني انا قصدي ايه، جايه ازاي بس انا مش عارفه اتحكم فيها كده وانا بصور لكم. اثبتها وارجع لكم. اهو انتوا مش متخيلين صعوبتها ازاي. ان انا اعمل الكسر على ايدي، هي تتعمل كذا دور، داير ما يدور كده كذا دور فوق بعضه، فهي مش هتبان دلوقتي. انا مرضتش اعملها ستان، قلت تبقى يعني حاجة منظرها رقيق شوية. كل ده امشي على الطرف بتاع الدايرة، ولما اجي اطلع الخيط ما خلوهوش يشبك في الحرف ده، يروح طالع لي في الحرف ده في ايه، يضيع لي الكورنيش لما يمسك فيه. ده الكسر يخليني منظرها بايظ خالص ويغير لي الشكل. لازم اشد كده كويس. يا رب تكونوا فهمتوا قصدي ايه، الشغل يبقى ازاي. اكمل بقى الدايرة واوريكم الدور التاني. ادي اهو عملنا اول دور يا بنات، لسه هنكمل بقى تاني. شايفينها جاية ازاي؟ لسه هكمل تاني لغاية ما املى الفراغ ده. كده انا وصلت اللي هي البداية، ابتدي اعمل ايه دور تاني عليها كده اهو، بس احاول ان انا ادخل لجوه شوية وابتدي اعمل ايه الدور التاني. لازم اثبتهم كلهم كويس. طبعا كل واحد بيستخدم الالوان اللي هو عايزها، ممكن يغير في اللون ده لو عمل الفكرة دي في نص الوردة، يغير ويعمل الشكل اللي هو عايزه، اللون اللي هو عايزه. ممكن تكون الرسمة اكبر من كده شوية،